صباح الخير. النهاردة هنكمل مع بعض قراية كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، ودي الحلقة رقم 12. يلا بينا نبدأ مع بعض قراية بدون كلام كتير. عنوان جانبي: الرعاية الزائدة تخنق. في بداية زواجي من بوني في الليلة السابقة لمغادرتي المدينة لإلقاء ندوة أسبوعية، كانت تسألني متى سأستيقظ، ثم تسأل عن موعد مغادرة طائرتي، ثم تقوم ببعض الحسابات العقلية وتحذرني من أنني لم أترك وقتا كافيا للحاق بطائرتي. في كل مرة كانت تعتقد أنها تساندني، لكنني لم أشعر بذلك. كنت أشعر بالضيق. لقد كنت أسافر في أرجاء العالم خلال 14 سنة، ألقي دروسا ولم أتأخر قط عن أي رحلة. ثم في الصباح قبل مغادرتي كانت تسألني سلسلة من الأسئلة، مثل: هل تذكرتك معك؟ هل أخذت محفظتك؟ هل معك نقود؟ هل وضعت جوربك في حقيبتك؟ هل تعرف أين ستقيم؟ كانت تعتقد أنها تعبر لي عن حبها، ولكنني كنت أشعر بعدم الثقة والانزعاج. في آخر الأمر جعلتها تعرف أنني كنت ممتنا لنيتها الودية، ولكنني لا أحب الرعاية بهذه الطريقة. قلت لها: إذا كانت تريد أن ترعاني فالطريقة التي تريد أن ترعاني بها حينئذ هي أن تحبني وتثق بي بلا قيد أو شرط. قلت لها: إذا تأخرت عن طائرتي لا تقولي لي لقد أخبرتك. ثقي بأنني سأتعلم درسي وأتكيف تبعا لذلك. ولو نسيت فرشة أسناني أو عدة الحلاقة دعيني أتصرف بالأمر، ولا تخبريني عنها عندما أتصل بك وبالوعي بما أريد أنا بدلا مما تريد هي. كان من السهل عليها أن تنجح في تدعيمي. بعد كده عنوان جانبي بعنوان قصة نجاح. في إحدى المرات في رحلة إلى السويد لإلقاء ندوتي عن العلاقات، اتصلت بكاليفورنيا من نيويورك مخبرا بوني بأنني قد تركت جواز سفري في البيت. كان رد فعلها بطريقة جميلة وودية للغاية. لم تلقي علي محاضرة في أن أكون أكثر مسؤولية، وبدلا من ذلك ضحكت وقالت: يا إلهي، جونيا لها من مغامرات، ماذا ستفعل؟ طلبت منها أن ترسل صورة جواز سفري بالفاكس للقنصلية السويدية وحلت المشكلة. كانت متعاونة للغاية، لم تزعن قط لإلقاء محاضرة علي في أن أكون أكثر استعدادا. كانت فخورة بي أيضا لعثوري على حل مشكلتي. بعد كده عنوان جانبي بعنوان القيام بتغييرات بسيطة. لاحظت في أحد الأيام أن عندما يطلب أطفالي مني القيام بأشياء فسأقول دائما لا مشكلة. كان ذلك أسلوبي في قول سأكون سعيدا لقيامي بذلك. في أحد الأيام سألتني جولي ابنة زوجتي: لماذا تقول دائما لا مشكلة؟ لم أكن حقيقة أعرف في تلك اللحظة، وبعد زمان أدركت إن هذه كانت إحدى العادات المريخية المغروسة في الأعماق. وبهذا الوعي الجديد بدأت أقول سأكون سعيدا لقيامي بذلك. هذه العبارة عبرت عن رسالتي الضمنية، ومن دون شك بأنها أكثر ودية لابنتي الزهرية. هذا المثال يرمز إلى سر مهم جدا لإسراء العلاقات. إذا يمكن القيام بتغييرات بسيطة دون التضحية بهويتنا، كان هذا سر نجاح أهل المريخ وأهل الزهرة. لقد كانوا حريصين على أن لا يضحوا بطبيعتهم الحقيقية، ولكنهم كانوا مستعدين لإحداث تغييرات بسيطة في طريقة تفاعلهم. لقد تعلموا كيف يمكن أن تنجح العلاقات بطريقة أفضل بإيجاد أو تغيير مفردات قليلة بسيطة. النقطة المهمة هنا هي أنه من أجل إسراء علاقتنا نحتاج إلى أن نقوم بتغييرات بسيطة. التغييرات الكبيرة عادة شيئا من قمع حقيقة من نكون، وهذا سليما.
إن تقديم بعض الطمئنات عندما يدخل إلى كهفه يعتبر تغييرا بسيطا يستطيع الرجل أن يقوم به دون أن يغير من طبيعته. وللقيام بهذا التغيير يجب أن يدرك هو أن النساء يحتاجن إلى حقيقة إلى بعض الطمئنات، خاصة إذا كان لهن أن يكون أقل قلقا. ولو كان الرجل لا يفهم الفروق بين الرجال والنساء فإنه لن يستطيع أن يدرك لماذا يكون صمته المفاجئ سببا هائلا للقلق. وتقديم بعض الطمئنات يستطيع معالجا هذه الحالة. من ناحية أخرى، إذا كان لا يعرف كيف إنه مختلف، حينئذ عندما تكون هي منزعجة من ميله إلى الدخول لكهفه ربما يمتنع من الدخول لكهفه في محاولة لإرضائها، وهذه غلطة كبرى. إنه إذا تخلى عن الكهف وأنكر طبيعته الحقيقية يصبح متوترا أو غاية في الحساسية أو دفاعيا أو ضعيفا أو سلبيا أو حقيرا. ومما يزيد الأمر سوءا إنه لا يعرف لماذا أصبح بغيضا عندما تكون المرأة متضايقة من دخوله إلى الكهف. فبدلا من الامتناع عن الكهف يستطيع الرجل أن يقوم بقليل من التغييرات البسيطة ويمكن أن تتلاشى المشكلة. إنه لا يحتاج إلى أن ينكر حاجته الحقيقية أو ينبذ طبيعته الذكورية. بعد كده عنوان جانبي بعنوان كيف تعبر عن المساندة الزهرية. وكما قلنا من قبل، عندما يدخل الرجل لكهفه أو يصبح هادئا فهو يقول إنني بحاجة إلى بعض الوقت لا أفكر بهذا الشأن، من فضلك توقفي عن التحدث إلى إنني سأعود. إنه لا يدرك أن المرأة تسمع أنا لا أحبك ولا أطيق الاستماع إليك، أنا راحل ولن أعود. ولإبطال هذه الرسالة ولإعطاء الرسالة الصحيحة يستطيع أن يتعلم الكلمة السحرية سأعود. عندما ينسحب الرجل تكون المرأة ممتنة له لو يقول بصوت مرتفع إنني أحتاج إلى بعض الوقت لأفكر بهذا الشأن وسأعود، والله سأعود. أو إنني أحتاج إلى بعض الوقت لأكون بمفردي وسأعود. إنه من المدهش كيف تحدث هذه الكلمة البسيطة مثل هذا الفرق العميق. النساء يقدرن هذا التطمين حق قدره. عندما يفهم الرجل مدى أهمية هذا بالنسبة إلى المرأة يكون حينئذ قادرا على تذكر تقديم هذا التطمين. إذا شعرت المرأة بأنها مهجورة أو منبوذة من قبل أبيها، أو إذا شعرت أمها بأنها منبوذة من قبل زوجها، فإنها الطفلة حينئذ تكون أكثر حساسية لمشاعر النبذ. ولهذا السبب فإنها يجب أن لا تدان لاحتياجاتها إلى هذا التطمين. وبطريقة مشابهة يجب أن لا يدان الرجل لاحتياجه للكهف عندما تكون جروح المرأة من الماضي أقل. ولو فهمت حاجة الرجل إلى قضاء وقت في الكهف حينها ستكون حاجتها للتطمين أقل. أتذكر طرح هذه النقطة في ندوة، وكانت امرأة تستفسر أنا حساسة للغاية لصمت زوجي، ولكن كطفلة لم أشعر قط بأنني مهجورة أو منبوذة، وأمي لم تشعر قط بأنها منبوذة من قبل أبي. حتى عندما حصل على الطلاق قام به بطريقة ودية، ثم ضحكت لقد أدركت كيف إنها خدعت، ثم بدأت تبكي. بالطبع لقد شعرت أمها بالنبذ، بالطبع لقد شعرت هي بالنبذ. والداها كانا مطلقين، ومثل والديها أنكرت هي أيضا مشاعرها المؤلمة. في عصر يكون الطلاق فيه شائعا للغاية، فإن من الأهمية القصوى أن يكون الرجال أكثر حساسية لإعطاء الطمأنينة. وكما أن الرجال يستطيعون أن يساندوا النساء بالقيام بتغييرات بسيطة، فالنساء يحتاجون إلى أن يفعلن نفس الشيء. بعد كده عنوان جانبي بعنوان كيف تعبر من دون لوم.
يشعر الرجل عادة بأنه مهاجم وملوم بمشاعر المرأة، خاصة حين تكون متضايقة وتتحدث عن مشكلات، ولأنه لا يفهم كيف إننا مختلفون فإنه لا يتواصل بيسر مع حاجتها إلى أن تتحدث عن كل مشاعرها. إنه يفترض خطأ إنها تخبر عن مشاعرها لأنها تعتقد إنه بطريقة ما مسؤول أو ملوم، ولأنها متضايقة وهي تكلمه يفترض هو إنها متضايقة منه، فعندما تشتكي يسمع هو لوما. كثير من الرجال لا يفهمون الحاجة الظاهرية إلى البوح بمشاعر الضيق مع الناس الذين يحبونهم، وبالتدريب والوعي باختلافاتنا تستطيع النساء أن يتعلمن كيف يعبرن عن مشاعرهن دون أن تبدو وكأنها لوم. ولطمأنة الرجل على أنه غير ملوم، تستطيع المرأة عندما تعبر عن مشاعرها أن تتوقف برها بعد عدة دقائق من البوح وتخبره كم هي ممتنة له لإنصاته. تستطيع أن تقول بعض من التعليقات التالية: إنني حقا مسرورة لأنني أستطيع أن أتكلم عنها، أو مما يدعو إلى السرور حقا أن أتكلم عنها. أشعر براحة بالغة لأنني أستطيع أن أتكلم عن هذا، أو أنا حقا مسرورة لأنني أستطيع أن أشكو عن كل هذا. هذا يجعلني أشعر بتحسن. أو حسنا، ما دمت الآن تكلمت عنها فأنا أشعر بأنني أفضل كثيرا، شكرا. هذا التغيير البسيط يمكن أن يحدث أثرا عظيما. وفي نفس القناة تستطيع هي حين أن تصف مشكلتها أن تدعمه وبتثمين الأشياء التي قام بها لكي يجعل حياتها أسهل وأكثر إشباعا. فمثلا إذا كانت تشتكي من العمل، يمكن لها بين حين وآخر أن تشير إلى أن مما يدعو إلى الغبطة أن يكون هو في حياتها لتعود إلى البيت لتجده. وإذا كانت الشكوى عن المنزل، يمكن حينئذ أن تشير إلى أنها تثمن مدى تعبه في العمل. أو إذا كانت تشتكي من إحباطات، هنا يمكن أن تشير إلى أنها مسرورة لأنها تلقي منه العون. وبكده نكون خلصنا حلقة النهاردة. لو عجبتكم الحلقة دوسوا لايك واشتركوا في القناة لو مش مشتركين. وبس كده، كان معكم مونيكا حسام من قناة اقرأ مع مونيكا. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.